قال الشيخ الشاعر صلاح الدين ابن أيبك الصفدي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به، صبر الحسام بكف الدارع البطل، وجانب الحرص والأطماع تحظى بما ترجو من العز والتأييد في عجل، ولا تكونا على ما فات ذا حزن، ولا تظل بما أوتيت ذا جذل، واستشعر الحلم في كل الأمور، ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجل، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل، ولا تماري سفيها في محاورة، ولا حليما لكي تنجو من الزلل، ولا يغرنك من يبدي بشاشته إليك خدعا، فإن السم في العسل، وإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، إن الفتى من بماضي الحزم متصف، وما تعود نقص القول والعمل، ولا يقيم بأرض طاب مسكنها حتى يقد أديم السهل والجبل، ولا يضيع ساعات الزمان فلن يعود ما فات من أيامه الأول، ولا يراقب إلا من يراقبه، ولا يصاحب إلا كل ذي نبل، ولا يعد عيوبا في الورى أبدا بل يعتني بالذي فيه من الخلل، ولا يظن بهم سوءا ولا حسنا بل التجارب تهديه على مهل، ولا يؤمل آمالا بصبح غد إلا على وجل من وثبة الأجل، ولا يصد عن التقوى بصيرته لأنها للمعالي أوضح السبل، فمن تكن حلل التقوى ملابسه لم يخش في دهره يوما من العطل، من لم يصن عرضه مما يدنسه عار وإن كان مغمورا من الحلل، من لم تفده صروف الدهر تجربة فيما يحاول فليرعى مع الهمل، من سالمته الليالي فليثق عجلا منها بحرب عدو جاء بالحيل، من ضيع الحزم لم يظهر بحاجته، ومن رمى بسهام العجب لم ينل، من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل، من رام نيل العلا بالمال يجمعه من غير جود بلي من جهله وبلي، من لم يسن نفسه ساءت خليقته بكل طبع لئيم غير منتقل، من جالس الغاة النوكا جنى ندما لنفسه ورمي بالحادث الجلل، فخذ مقال خبير قد حوى حكما إذ صغتها بعد طول الخبر في عملي.